السلام عليكم ورحمة الله، وتحية نضالية عالية لجميع الإخوان ديالنا السائقين المهنيين، ونتمنى نلقاو كلشي على خير وبخير. واحد الفيديو خفيف ظريف فيما يخص واحد الموضوع فين تطرقت ليه وعاودت، واللي هو ديال المحطات واللي كاش اشتغلنا عليه، يعني سواء في الواقع أو في المواقع. كمثال يعني على مستوى ديال طريق صفرو، وكذلك على مجموعة ديال المحطات ديالنا اللي كانت كاينة وتحيدات. على ما يبدو أن الميساج وصل شيئا ما، يعني من بعد المراسلة اللي قمنا بها كمكتب ديال الاف تي تي للجماعة، والتحركات اللي درنا في الساحة، والاجتماع اللي كان عندنا مع السيد الباشا ديال السيس، لا حنا ولا الإخوان ديال كاف دي تي والاتحاد المغربي للشغل، واللي بقينا متبعين المسار ديالنا ومتبعين الأمور. لاحظنا بأن خرجت اللجنة ديال السير والجولان في هاد السيمانة هادي، يعني تحطات المحطة ديال اللي قبلت الأسمة ديال طريق صفرو، وكذلك تحطات المحطة ديال المركب اللي كانت تحيدو البلايك ديالها، ولكن مازال عندنا ما يثبتها هاد الصباح هذا. كانت المحطة ديال المركب مضروبة بالبارتيكولي، بمعنى هذاك الإشكال مازال كاين تما، ولا سيما كاين العناصر الأمنيين كيكونوا كيجيو تمايا. على أين بالنسبة للمحطة ديال قبلت الأسمة ديال طريق صفرو، يعني اللجنة ديال السير والجولان حسمات فيها بلاصتها. كذلك المحطة ديال أريزونا ديال طريق صفرو، اللي عندنا محطة تما بقرار ديالها بلجنة السير والجولان، واللي يعني في الأشغال تحيدات، ولكن باش يردوها ما ردوهاش. وهادشي علاش كنا كنتكلمو وكنحملو المسؤولية يعني مجموعة ديال الجهات. يعني في هاد السيمانة هادي الساعة اللي جاو باش يحطوها، وربما رئيس ديال السير والجولان انذاك تما يعني فيك اللحظة قال لهم هاد المحطة ما خصهاش تحط هنا، خصهم هما يهبطوها حتى لجهة الأكاديمي فوق تحت هاك الحاوية د الأزبال اللي كاينة لتحت. وهنا كنظن ما كاين تما لا درب، ما كاين تما لا ديور، ما كاين تما مجمع سكني باش ان تحط محطة فيه. المحطة كتحط في البلاصة اللي كيكون فيها الكثافة السكنية، واللي فيها يعني الأحياء الديور، يعني باش أنك تخرج بنت في 2 د الليل ولا يخرج دري راجل كبير في 5 د الصباح خصو يلقى طاكسي في واحد البلاصة اللي هي بعدا محمية وفيها الكاميرات ويعني واصلا يعني معقولة. ولا سيما المحطة راه يعني معقولة. المحطة ديالنا ديال اريزونا راه معقولة، راه كانت محطوطة بلاصتها، يعني راه هذيك راه تحطات باللجنة وتحيدات بلا لجنة للأسف. ودابا الساعة اللي جاو أنهم بغاو يديروا فيها الموديفيكاسيون، أنك اللجنة حقها تحويل هاد المحطة من الجهة التحتانية. حنا المحطة كنرفضوها باش أن يقلبوها لتحت، كنرفضوها وغادي نبقاو نوقفوا فيها. في المحطة ديالنا القديمة غنبقاو نحطوا فيها. بغاو يجيبوا البلايك يردوهم كما كانوا، بسم الله. ما بغاوش يجيبوا البلايك، حنا رانا غنوقفوا في المحطة ديالنا، لأن كنخلصوا عليها واجبات ديالنا، وما عندها حتى شي عرقله تسير، ما جايه في مدارة، ما عندها يعني طريق ضيقه، ما كتسبب في يعني كتشكل خطر على الماره ولا حتى شي حاجه. بالعكس كاين تما باساج بيتون فوق المحطه، اللي غيخرج من الدرب غادي يدوز في باساج بيتون، غيجي الطاكسي. اللي غيجي من الجهه الاخرى غيجي الطاكسي. ولا كان شي جهه كتقول بان ما خصهاش تحط المحطه قدامها، كنقولوا لهم بان هذاك راه الشارع العام، وبان الطاكسي والسائق المهني والمواطن اللي فاسي عنده حق فهاديك يعني فهاداك الشارع العام. حنا كنخلصوا واجبات ديالنا، ما كصدق علينا حد. كنتمنى ان الميساج باش يوصل بعد على هذه المحطه ديال طريق صفرو. كما كنشكروا الجهات المعنيه اللي حطات المحطه ديال الريكس اللي كنا تكلمنا عليها نزلات، ولكن مازال يعني على المستوى ديال طريق موزال مازال ما تحطوش. المستوى ديال ما بين المداره ديال تيسا اللي هي الرومبوان ديال الميزال تلوات زعوا المحطات اللي تما عندنا كاملين تحيدوا ما رجعوهمش، وكنلقاو فيهم اشكال دابا انك يجيو ستار فيهم في بارتيكولي، والطاكسي ما كتلقاش فين تستاري. كنتمنى ان هذا المسار هذا هو يتصحح. زائد مجموعه ديال المحطات ديال باب محروق يلصقوها، يعني يلصقوها بالبانو ديالها كما كانت النهار الاول، ماشي يلصقوها في البوطو ديال الضو بالخيط. زائد مجموعه ديال المحطات اللي كنقولوا اننا حطيناهم كمقترحات وما تفعلوش على ارض الواقع. كنتمنى الجهات المعنيه ان تحرك في هذا الباب هذا وتقاد الامور ديالها في هذا الباب هذا، لان صراحه شوفور الطاكسي راه كيعاني. المحطات اللي كاينين اما محطوطين عوج، بحال دابا حديقه ديال الطيور، بالله عليكم حديقه ديال الطيور محطوطه فيها في الباب محطه،
شكون هاد مول الطاكسي اللي غيوقف تما، وشكون هو هاد الزبون اللي غيخرج لتما باش يركب باش يجي في طاكسي. اصلا اللي كيجي تما راه كيجي في البارتيكولي ديالو، الطوموبيل ديالو. هاك المحطة تما محسوبة علينا، زائد مجموعة ديال المحطات اللي محسوبين علينا بأن حقا عندنا قدا وقدا هاد المحطات هما ما صالحيناش. حنا كمهنيين أو كممثلين نقابيين حنا اللي كنشوفوا المحطات ديالنا فين خصهم يتحطوا، اللي صالحين للزبناء ديالنا وصالحيننا كمهنيين وما كنشكلوش خطر أو عرقلة السير فيهم. كنتمنى أن الميساج يوصل والجهات المعنية تحرك في هذا الباب هذا، والمحطات اللي محطوطين ومستغلينهم بعض يعني الناس الباعة المتجولين او بعض الحالات بحال المحطه ديال اللي تكلمت عليها، هذه الرابعه منوبه وانا كنتكلم عليها، المحطه اللي في المداره ديال المحطه ديال المداره ديال البلونكو. هذيك المحطه تما قانونيه وجاي واحد مول البيبوش ولا مول الكاسكروطات مستغلها، وراه صورنا لكم يعني حتى تصاور ولحناهم تما، ولكن للاسف ما كاينش التحرك. كنتمنى ان الجهات المعنيه توصلها الميساج والديباناج دير خدمتها، ويعني والشرطه د المرور دير خدمتها، والدوريات اللي كيديروا تما كيلقاو المحطات عامرين يديروا خدمتهم، والقائد يدير خدمته والسيد الباشا يدير خدمته، لان حنا كمهنيين كنخلصوا واجبات على المحطات ديالنا ما كنلقاوش فين نوقفوا. وفاس راه ماشي مدينه صغيره، فاس راه مدينه كبيره، يعني ما يخسروا والو، حنا كنخلصوا واجبات ديالنا. راه الواجبات اللي كتخلص الطاكسي ديال الضريبه ديال البلديه راه ديال الجماعه راه بوحديتها، والجماعه ما خداماش معنا صراحه. الجماعه ما كتحمل يعني ما محركاش معنا في هذا الباب، رغم ان راسلناها وما تجاوباتش. ولكن كمكتب نقابي او كتنسيق ما بين FDT والاتحاد المغربي للشغل ان شاء الله غتكون الكلمه في حال ما ان لما كانش الحل. تحيه للجميع.